ما تزيديش تشريه من برا وخدميه وحدك في الدار بانظف طريقه ونضمن لك نفس البنه وبلا ماشينه بواحد الحاجه كاينه في كل دار. كملوا للاخر باش تعرفوها. نبدا بالمصران عجل ولا خروف كيما تحبوا. نغسلو مليح ونروح نرحي 200 غرام شحم. نفرغ هذاك الشحم في بول ونزيد له 600 غرام لحم مرحي مع راس ثوم ونتبل بالملح فلفل اسود بابريكا زريعه البسباس والكمون مع توابل المرقاز من عند سيدي مولاي. عندهم المدخن والعادي، انا درت العادي وصراحه نزيد لي بنه وزدت ثاني شويه من راس الحانوت وعجنت الخليط تاعي بكاس ماء. العجين لازم يكون شويه مرخوف وتقدروا تزيدوا شويه ملون اذا حبيتوا. نحكم المصران تاعي ونجيب هذا المحقون اللي كاين في كل دار ونحشي فيه المصران كيما راكم تشوفوا. نعقد المصرانه تاعي ونبدا نحشي بهذه الطريقه اسهل ما يكون. وقولوا لي نتوما كيفاش تسميوا المحقون في الولايه تاعكم كي نكمل نعقدهم وندير لهم بهذا الطريقه. والمرقاز تاعي راهو واجد، تقدروا تكونجليوه ولا طيبوه. هذه الكميه تخرج لكم 20 حبه. من جهه رحت خليت البطاطا عادي وكي طابت زدت لها توابل البطاطا بالجبن كالعاده من عند سيدي مولاي. التوابل تاعهم روعه. وما بقى لي غير نقلي المرقاز باش ندير ساندويتش مرقاز تزيري نثقبو باش ما يتفلكش ونقليها عادي. شوفوا لي كيفاش تحمر والريحه تاعو تشهي. ونجيب نص باقيطه تقرمش نحي لها البابا وندير لها الهريسه الفريت المرقاز والساندويتش البنين تاعي راهو واجد مع كاس قازوز بنه عظيمه. لازم تجربوه. وهذا ما كان.